هلو يا كرابيش، كيفكن اليوم؟ أنا ديما مدير اللوضة، كم أتمنى تكونوا كلكن رواق الرواق اليوم وكل يوم. بهذا الفيديو رح ورجيكم شلون بعتني ببشرتي لما بيكون وضعها هيك. صار لها هي كم يوم بشرتي مو كتير تمام، يعني حاسة إنه المسام صار مفتوحة أكتر يعني وشوية الألوان يعني ما نون كتير متوازنين، يعني ما في بالانس بالبشرة. بالمختصر بدها عناية بشرتي. بتعرفوا شلون احيانا لما بتغير الطقس، لما بتغير نفسيتنا، لما بتغير في كتير عوامل إلها علاقة او بالاحرى بتسبب بانه بشرتنا تتغير، فلذلك لازم دائما ننتبه ونشوف شو بهالمرحلة بشرتنا، شو هي اللي بحاجته بشرتنا بهي المرحلة. سوري عم خبط كتير بالحكي بس ما بعرف اليوم عدت هي المقدمة شي 5 مرات مالي عم بعرف احكي، لذلك حالي بالاخير شو ما طلع معي رح حطه سوري. المهم انا لاني حاسه هلا المسام مفتوحه والالوان مو كتير ظابطه ويعني شويه ترطيب ما بقدر ابدا، رح اعملكم ماسك للتقشير. رح اعمل لبشرتي وورجيكم ماسك تقشير، بيل اوف ماسك كتير بسيط وكتير سهل، وبعده مباشره رح احط ماسك مرطب لحتى اعتني ببشرتي. شو رايكم؟ رواق؟ خلونا نبلش. لماسك التقشير رح يكون بدنا مكونين بس، مكونين كتير سهلين، وانا على فكره حكيت عنهم قبل او بالاحرى استخدمتهم بالفيديو اللي عملته للعنايه بالايدين، تقشير الايدين، وكان النتيجة كانت رائعة يا جماعة، رائعة. إذا ما شفتوا هذا الفيديو رح أحط لكم اللينك تحت بالديسكربشن بوكس، لأنه أنا كانت أول مرة بحياتي بعمل شيء له علاقة بالإيدين، يعني بالعناية بالإيدين. تحت طلبكم يعني ثانك يو سو ماتش، لأنه كتير استفدت وإيدي كتير صار شكلهم حلو. anyways رح أحط لكم اللينك تحت. المكونات هنن رح يكون الجيلاتين. هو الجيلاتين، انا كتير اجاني اسئله انه شو هو هذا الجيلاتين. الجيلاتين هو مثل الجيلو او جيليه بس بدون اي منكهات وبدون اي طعمه، فيكم تجيبوه من السوبر ماركت، يمكن يكون في عندي كليب هلا عم ورجيكم اياه. رح استخدم ظرف من هذا الجيلاتين او الجيلاتين وحليب بقر سخن. رح احط 2 لانه حسيت انه واحد لحاله قليل، وهلا رح احط فوقهم الحليب السخن كتير اللي هو كان مغلي يعني. رح احط تقريبا، رح ابلش بربع على هاي الكاسه، بحركهم كتير منيح وبشوف اذا بدي اضيف كمان، بمزجهم كتير منيح. اذا لقيتوا انه الكباتيه لساتهم موجودين تحطوا لهم نتفه حليب سخن كتير فوقهم حتى تزيد الحراره ويذوبوا اسرع. هلا بعد ما مزجته كتير منيح وداب الجيلاتين كتير منيح وصار يعني الحراره تبعه كتير مقبوله، رح استخدم هاي الفرشايه وطبقه على كل وشي. انا مالي حاطه على وشي ابدا ميك اب هون، يعني على الوش حطيت لكم شوي على العيون وعلى التم، لانه حرام انتو يعني ليش لحتى تشوفوني هيك بلا ميك اب بالمره، حرام. المهم فحطيت، هلا رح احطه طبقه على كامل الوش بس بدون ما احطه تحت العين، لانه نحن يعني بيل اوف، هذا بدنا نقشره، وتحت العين منطقه كتير حساسه وطريه، ما بصير كتير نطبق عليها يعني قوه او نشدها كتير، نحضر حالنا للجأجأة. طبعا باي شيء بنحط على الوجه لازم نكون كتير منتبهين انه نحن ما بنتحسس من ولا مكون من المكونات اللي عم نحطها على وجهنا. لازم نجربها بركي هون هيك على الايد هون لحتى نشوف حالنا اذا نتحسس او لا. لحتى يصير فعلا طبقة سميكة وفيكم تقشروها لازم شوي تحطوا طبقة يعني مو كتير رقيقة. اوكي هلا هيك خلصت التطبيق وحاسه انه السماكه يعني انا رضيانه عنها. هلا رح نكتشف اذا كان لازم احط اكثر ولا اقل، ورح استناها لحتى تنشف ونبلش التقشير. صار لي هلا حوالي نص ساعه ماني عم بعرف احكي لانه كتير شادد باعتبار كتير نشف. حسيت هلا صار وقتها، والا يمكن بعد شوي بصير كتير قاسي. خليني هلا peel it off قشره. واو very satisfying، هيك بيعطي شعور كتير حلو، واذا في هيك كم شعره بروحهم كمان. سمعانين الصوت؟ ديروا بالكم ما تقربوه كتير على الحواجب وقت بدكم تحطوه او على المحلات انه هون، لانه فعلا ممكن يقيم شعرات الحواجب يعني، خصوصا اذا نشف كتير. طيب انا هلا رح اقيم كل البقيانين، رح اقوم غسل بمي فاتره، اقيم كل هيك الشغلات الصغار اللي ما قاموا معي بالتقشير وارجع لكم. هلا غسلت وشي بمي فاتره، وبدي الفت لكم نظركم لشغله، انه اذا كان الماسك هيك علقان او البقيان من الماسك كتير نشفان وعلقان ممكن تضطروا تعيدوا عليه اكثر من مره لحتى انكم تروحوه تماما. بس بدي اياكم بليز تنتبهوا انه تتعاملوا بطريقه كتير لطيفه مع البشره. انا استخدمت هي مثل هيك منشف صغير خصوصي للبشره، ودائما بهي الطريقه مع المي، يعني بطريقه الطبطبه. اذا كتير هيك عملتوا بتحمر البشره وممكن تتحسس، بس ديروا بالكم على هي النقطه. هلا لحتى هيك زيد الرواق على البشرة، اعمل شعور بالانتعاش وكمان ساعد بانه المسام تصغر اكتر، رح امرق ثلجة على كل الوش والرقبة.
صرت جاهزة للماسك الثاني، ماسك الترطيب، واللي هو أسهل شي بالعالم، مكون واحد واللي هو العسل. بس هيك راح أحط على كل وشي وعلى رقبتي عسل. اوكي هلا صرت جاهزه. رح اضل بهذا الماسك تبع العسل على الاقل نص ساعه، اذا فيكم تقعدوا اكثر بيكون احسن. بعد ما اخلص رح اغسله بمي دافيه كمان وارجع اورجيكم. هلا غسلته بعد ما كان صار له شي ساعه على وشي، ورح ارجع كمان مثل بالماسك الاولاني او بالبيل اوف اللي عملته بالبيل اوف ماسك، رح احط ثلجي على كل وشي. طبعا اذا انتم ما بتحبوا فيكم ما تعملوا هي الخطوه يعني، بس انا بحسها كتير كتير منعشه وبحبها. غيرت كنسي لانه لقيت في عليها نقط عسل. المهم هلا صار فيكم تحطوا المرطب تبعكم، اي مرطب انتم بتحبوه بتحطوه على بشرتكم، توزعوا على كل البشرة. ما بعرف اذا انتم شفتوا اي فرق على الاطلاق، بس انا اكيد حاسه بالفرق. رح اورجيكم بعد ما احط الميك اب. وهي مع الفاونديشن، حبيت ورجيكم مع الفاونديشن على الحل بدون اي شيء تاني، لا بلاش ولا اي شيء تاني على الوجه. ما بعرف اذا الكاميرا حتفرجيكم، بس هو الفكره انه انا لما كنت عم بطبقه باعتبار البشره كتير كانت مرطبه هيك وطالعه مشدوده، فحسيت تطبيقه كتير كان اسهل واحلى، واللون طالع كتير متوازن او متناسق بطريقه اكبر. ان شاء الله تكونوا قدرانين تشوفوا. اتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو وحبيتوه. بليز خبروني اذا انتم جربتوا هذا الماسك، او اذا بدكم تجربوه خبروني، وارجعوا وحطوا لي تعليق وخبروني شلون كانت النتيجه. واذا بتعرفوا كمان ماسكات لتقشير البشره ولترطيب البشره بحب كتير اعرف منكم بالتعليقات تحت الفيديو مثل العاده. شكرا كتير كتير لانكم تابعتوني، خبروني شو حابين تشوفوا. لا تنسوا تدعموا القناه بليز باللايكات وبالسبسكرايب، وبشوفكم المره الجايه. باي.